11 سبتمبر 2001 نهار صدم العالم. طيارات تضرب في قلب نيويورك وأبراج التجارة العالمية تنهار. كارثة كبيرة على الآخر. لكن تصدق لي الحكاية هذه صحيحة؟ بالطبيعة لا. تابعوني باش تعرفوا الحكاية الكل بارديتار. اليوم باش نحكيو بالتفاصيل شنو صار بالضبط وشنو الخفايا العميقة اللي وراء الحادثة هذه. مجموعات من القاعدة خطفوا 4 طيارات، زوز منهم يضربوا في الأبراج التجارة العالمية في نيويورك، وواحدة تضرب البنتاغون، والرابعة تطيح في بنسلفانيا، وقرابة 3000 قتيل في الحادثة هذه. كيفاش زوز طيارات يطيحوا زوز أبراج كيمن هك؟ وهل ممكن برج فولاذي ب110 طابق يطيح بالطريقة هذه الغريبة؟ خبراء في الهندسة المعمارية يقولوا مستحيل الحديد يذوب بالكيروزين متاع الطيارات، الحرارة متاعه مستحيل تذوب الفولاذ، وزيد البرجين طاحوا بطريقة محكمة على الاخر، وبرشا شهود عيان سمعوا دوي انفجارات كبيرة قبل ما يطيحوا الأبراج، وحتى البرج رقم 7 اللي ما ضربته حتى طيارة طاح معاه. هذاك علاش الحكاية ظاهرة اللي هي مدبرة، وعلاش هذا الكل يعملوا فيه. نبداو بالحاجة الأولى. لاري سيلفستين هو المالك الجديد للأبراج هذا. بالزر نهارتها ما مشاش للخدمة متاعه، وقبل بشهرين ظهر له باش يمشي يعمل اسيرونس لزوز الأبراج هذوما ضد العمليات الإرهابية، وبعد العملية خذا تعويضات بمليارات الدولارات. حاجة غريبة ولا؟ والحاجة اللي باش تبهتكم أكثر إنه خلال عملية انفجار البرجين فما 5 إسرائيليين كانوا ينقزوا فرحانين ويصوروا في الحادثة من فوق سطح أحد المباني المجاورة، وشافهم شكون وكلم الشرطة وجو هزوهم، عملوا معهم تحقيق قصير، ومو غدوة هزوهم الإسرائيل بدون أي حساب ولا حتى شيء، وبطبيعة ملفاتهم ما خرجتش للعلن. نرجع قبل للرئيس الأمريكي في الستينات جون كينيدي، كان عنده دخل كبير في الحادثة هذه. كيفاش؟ JFK واللي هو جون كينيدي كان ضد الدولة العميقة، وكان يحب يفضح CIA ويحذر من النفوذ السري داخل الدولة. وأكثر حاجة خطيرة إنه في 1963 وزارة الخزائن تطبع الدولار فضي بدل من البنك الاحتياطي الفيدرالي، معناها كان يحب يكسر قبضة البنوك الخاصة العالمية، وزيد كان ينوي يعلن وجود برامج سرية متعلقة بالفضاء وبالمخلوقات الفضائية، وبالطبيعة اللي يكون ضد الدولة العميقة باش تكون نهايته رصاصة كما الرئيس الأمريكي السابق JFK. وين كانت موجودة الأدلة متاع اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي؟ بالطبيعة في الأبراج أذوكم. وحاجة أخرى، شنو علاقة الأبراج بسحر الكابالا والعقيدة التلمودية؟ برشا يحكيوا على 11 سبتمبر كطقس رمزي أكثر منه عملية إرهابية. شنو هي الكابالا؟ الكابالا هو سحر يهودي قديم يعتمد على الأرقام والرموز، والتلمود هو كتاب ديني يفسر اليهودية بطريقة باطنية برشا، وفيهم تصورات غريبة كان تسمعها ما تصدقوهاش. العدد 11 يرمز للفوضى وإعادة البناء. الأبراج الزوز 11، التاريخ 9/11. وبالنسبة للي يؤمنوا بالطقوس هذه، العملية مش هجوم فقط، هي قربان رمزي في نظرهم، يعني الحكاية فيها بعد سحري يخدم مصالح مجموعات معينة. وبخلاف ملفات كينيدي كانوا فما وثائق مهمة جدا تتعلق بعمليات فساد أكبر رجال الأعمال الموجودة في أمريكا، الكلها موجودة في الأبراج هذه، والانهيار اللي صار فسخ الدلائل الكل متاع الفساد متاعهم. وأول حاجة عملوها الأمريكان بعد الحادثة هذه بالطبيعة غزو أفغانستان. شنو مدخلها أفغانستان؟ على خاطر طالبان في أفغانستان، وهما نسبوا العملية هذه بن لادن هو عدو أمريكا الأول. كما في بالكمش في الثمانينات كان صديق أمريكا الأول. CIA سلحته باش يحارب ضد السوفيات. طالبان كانت ورقة يستعملوا فيها الأمريكان لغايات سياسية خبيثة، والاستخبارات الأمريكية هي صنعته، وذاك علاش مشاو ديريكت لأفغانستان بحجة مقاومة الإرهاب. وهي الحكاية ماشي هكاك. أمريكا دخلت أفغانستان، ولكن في الحقيقة أفغانستان هي قلب تجارة الأفيون. الأفيون هو نوع متاع دروغ، وقبل 2001 طالبان خفضت إنتاج الأفيون إلى النصف تقريبا، وبعد الاحتلال الأمريكي لأفغانستان تضاعف إنتاج الأفيون إلى عدة مرات. وعلاش تجارة الأفيون؟
الدروغ يدخل برشا فلوس لأمريكا، وبالطبيعة باش يمولوا البرامج الخبيثة متاعهم لازمهم يكون عندهم سورس متاع أموال موازية، وتجارة المخدرات هي أكبر سورس متاع فلوس في أمريكا. ومن نهار 11 سبتمبر العالم الكل تبدل، ملايين القتلى في أفغانستان وفي العراق، والشعوب الكل ولات مراقبة من جرد قوانين الإرهاب اللي عملوه. يعني كل شيء في العالم هذا مراقب بحجة الإرهاب. وانتي حسب رايك بعد الدلائل هذه مازلت مصدق اللي 11 سبتمبر عملية إرهابية؟ نستنى رايكم في التعليقات، وكان عجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوا جيم وفولو، ونستناكم في الحلقة الجاية.